خوتي بعد الخساره القاسيه ديال المنتخب التنزاني ب 3-0 مع المنتخب المغربي، غنشوف واحد التصريح ديال المدرب الجزائري اللي كيقود المنتخب التنزاني. هذا المدرب فيه الهضره بزاف، فيه الصلابه، كيدخل في شي نقاشات بعيدين على الكره وبعيدين على اللياقه وبعيدين على الدبلوماسيه. قبل سولوا على المنتخب المغربي الوطني وبقى تيدخل ويخرج في الهضره، وقال بان المنتخب المغربي الوطني، وقال فيه واحد الكلام شويه قاصح، وايضا قال واحد الكلام اللي ماشي بروفيسيونيل في حق حتى الجامعه. لكن الرد ديال المنتخب المغربي الوطني كان قاصح بزاف وقاسي في داخل رقعة الميدان. غنشوفوا اخوتي التصريح ديالو شنو قال على المقابله. لكن شوفوا الصحفي السؤال اللي سولو، لاحظوا بان الصحفي سول واحد السؤال شويه مستفز. قال له كيفاش البلان؟ قال له كيفاش جاك المنتخب المغربي الوطني؟ قال لي لعب عليكم وضرب عليكم 3. واش كيبان لك واخا واحد الوقيته كنتو باغيين تدخلوا في الماتش ولكن ما صورتوا منهم والو؟ جورناليست تبارك الله عليه. لكن شوف لا ريبونس ديالو كيفاش كانت ديال المدرب الجزائري. يمكن القول ان المنتخب المغربي انتصر اليوم بالاداء والنتيجه بغض النظر عن البطاقه الحمراء. حاولت استدراك الامر لكن في نهايه المطاف الكلمه الفصل كانت لي واقعي الامر. يعني الحق الاداء لعبوه بطريقه محكمه، احنا حاولنا باش نلعبوا ضد هذا المنتخب القوي يعني على حسب الامكانيات تاعنا، ولكن الانسان يكون انسان واقعي ويعني يستعرف بقوه الخصم. يعني الظهر يعني بحيله بخبره بتجربه كاس العالم نص يعني كتشوف اخوتي بالله حشمان ما بقاتش يجاوب، مرقان بديك 3. والله الا حشمان. شوفوا بقوه الخصم يعني الظهر يعني بحيله بخبره بتجربه كاس العالم نص يعني دمي فينال يعني سيمي فينال كاس العالم، مش اي فريق يقدر يلحق المستوى هذا. اذا خوتي وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى انكم تخليونا واحد الكومونتير كيفاش جاكم الماتش وشنو بان لكم في هاد التصريحات اللي دار هاد المدرب.